وهلأ صار لازم أدوق. صدقوني إنها كتير لذيذة، خفيفة على المعدة ومش تقيل. يسعد لي مساكم كل أوقاتكم. أنا هلأ بدي زي ما وعدتكم بدي أبلش بأول وصفة، ألا وهي وصفة الليالي لبنان. طبعا الكل بحبها. أنا بحاول أعملها بطريقة سلسة ب3 مكونات وما بتاخد وقت منك، يعني ب3 دقايق بتكوني انتي مخلصتيها. وبحاول قدر الإمكان أنا ما أعملها دسمة، يعني بعملها بطريقة كتير سهلة وسلسة وخفيفة بتكون على المعدة. يعني لا بحط كريمة ولا بحط قشطة ولا بيض ولا أي نوع من هاي الأنواع. تابعوني وشوفوا كيف راح تكون الوصفة. هلأ راح أضيف 3 كاسات من الحليب على الكاسرولة أو الطنجرة، ما بعرف انتو شو يعني بتحكوها. هاي تاني كاسة، وهاي تالت كاسة. طبعا أنا بستخدم الأكواب المعيارية لأنه هي اللي أدق باستخدام أي وصفة. هاي أنا هون حطيت 3 كاسات حليب. بدي أحط نص كاسة سميد وبحركهم لحتى يمسك الخليط شوي. هلا أنا هون حطيت 3 كاسات حليب ونص كاسة سميد. بدي هلا أحركهم على الغاز على نار هادية، لا عالية ولا كتير كتير، يعني تكون واطية، هادية متوسطة، لحتى يتكاثف الخليط. بضيف له المستكة. طبعا بكون أنا عاملة قبل بوقت القطر لازم يكون تقيل. أنا هلأ هذا المقدار عشان مقدار قليل عاملة نص كاسة مي مع كاسة سكر. تقدروا كمان تستخدموا لا إله إلا الله العسل، لأنه إذا أنتوا حابين تحلوا الليالي لبنان تقدروا تستخدموا العسل، تقدروا تستخدموا دبس التمر، فأنتوا مخيرين. فمثل ما حكيت لكم بنضلنا نحرك بالليالي لبنان بالطريقة هاي، زي ما قلت على نار متوسطة، لا هادي كتير ولا عالية. القطر لازم يكون تقيل. إذا أنت معنية تعملي قطر لازم القطر يكون كتير تقيل. زي ما قلت بالأول مقادير القطر نص كاسة سكر مع كاسة مي، هذا حسب المقدار اللي أنا عملته هلأ ل3 كاسات حليب ونص كاسة سمين. وإذا أنتم مش حابين قطر بتقدروا إنه تحلوا بعسل أو بدبس الرمان. هلأ هون بس أنا يتكثف عندي الخليط بضيف المستكة إن شاء الله. شايفين كيف هلأ أنا عندي بلش يتكاثف الخليط، شايفين كيف بلش السميد إنه عندي يتكاثف ويتقل مع الحليب. هلأ بهاي المرحلة بدي أضيف المستكة. طبعا المستكة هي لإضافة نكهة، في ناس بحبوا يضيفوا فانيلا مش بس مستكة، يعني انتوا ايش النكهة اللي انتوا حابين تضيفوها بتقدر انكم تضيفوها لوصفة ليالي لبنان. هاي أنا هلأ بدي أنزل المستكة. طبعا أنا بكون المستكة طحنتها وبضل أحرك لحتى يمسك. هلأ بيمسك، هلأ الخليط بصير يتكثف أكتر، بصير أتقل من هيك. شايفين كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
هلا لما وصلت لهي المرحلة انه بلش يطلع فقاعات، خلص انا بطفي تحتها وبضيفها على البايركس. هلا انا هون جهزت القطر. طبعا القطر تقيل. جهزت ليالي لبنان وهي حطيتها ببايركس. هلا انتم مخيرين بالتزيين. اذا انتم بتحبوا تزينوها فستق حلبي بتقدروا تزينوها فستق حلبي، تقدروا تزينوها بالورد الاحمدي، تقدروا تزينوها مثلا بجوز هند، تقدروا تزينوها بجوز هند ملون بصبغات طعام. وكمان بتقدروا كمان انه القطر تلونوه. مثلا اذا انتم حابين تكون ليالي لبنان مزينة مثلا بفستق حلبي وحابين تغيروا بلون القطر عشان يكون منظرها حلو، بتقدروا تحطوا أي نوع صبغة. صبغة لون زهر، صبغة لون أخضر، صبغة لون أحمر، صبغة لون أزرق. بتقدروا أي لون إنه أنتوا تزينوا فيها الليالي لبنان. أنا زي ما قلت لكم بأول الفيديو أنا ما وبهيك أنا زينت الليالي لبنان بهاي الطريقة، بجوز الهند المحمص وبالورد الأحمدي وبالفستق الحلبي. هلا بدي أحطها بالثلاجة. وزي ما حكيت لكم أنا ما بستخدم ولا أي نوع من كريمة، من قشطة، من بيض، من ولا أي إشي. مكوناتها سهلة وسلسة وخفيفة كتير على المعدة، وهيك بتكون سمكتها. هلا بحطها بالثلاجة وإن شاء الله بكرة مندوقها. يا عيني يا عيني يا عيني. واو. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، استنوني بس هقيمها انزلها وبرجع لكم. شوفوا ما اجمل سمكتها كيف على كيف السماكة، كيف المنظر. هاي القطعة طبعا زي ما قلت لكم انتم مخيرين يا اما عسل طبيعي او دبس تمر، او انه بتقدروا تستعملوا قطر اللهم صل على محمد، قطر تقيل. زي ما حكيت لكم نص كاسة نص كاسة مي مع كاسة سكر. وصحة وهنا على قلوبكم جميعا والسلام. وهلأ صار لازم أدوق. صدقوني إنها كتير لذيذة، خفيفة على المعدة ومش تقيلة. مكفي إنه ما فيها إضافات مثل كريمة، قشطة، أي إشي إنه بينصح كتير أو هيك. وكمان أنتم مخيرين بكمية إضافة السكر أو كمية قصدي إضافة القطر أو العسل، يعني مخيرين. اللي ما بيحب عسل كتير ممكن يضيف كمية بسيطة. وياكل صحة وهنا على قلوبكم.